شفت الصور دي؟ ايام العز يا جدع. هو فعلا الملكية كانت ايام عز؟ اول حاجة لازم نعرفها، احنا نقصد مين اللي كان في العز. اكيد ما كانش قصدنا ولا الملك ولا اللي حوالين الملك، احنا قصدنا الناس اللي زيهم زينا. هل الناس اللي كانوا زينا وقتها كانوا عايشين في عز؟ طيب عشان نعرف ان كان في عز ولا لأ، لازم نعرف وقتها مصر سياسيا كانت ماشية ازاي. في واحد ذكي هيقول لي انت قصدك اجتماعيا، الطبقات الاجتماعيه. هقول له لا، سياسيا. ما انت لما تعرف سياسيا مش هتحتاج ان انا اقول لك اجتماعيا، سياسيا هتشرح لك كل حاجه. السلطه وقتها كانت متمثله في شخص الملك بنفسه. بعد منه الوزاره، والوزاره وقتها غير الوزاره دلوقتي. الوزاره وقتها كانت عباره عن وزاره واحده بيرقصها وزير واحد، هو اللي له كل الصلاحيات، من حقه يعمل كل حاجه. الوزير ده كان من حقه يغير الدستور، واللي من حقه يغير الدستور هو حرفيا بيمشي الناس على كيف كيفه. بمعنى السلطة كانت في ايد الملك والوزير بتاعه. صح؟ لا مش صح، ده كلام فاضي. الكلام الصح هو اللي انا هقوله لك. مصر وقتها يا باشا كانت تحت الاستعمار الانجليزي، وبما انه مستعمر فبطبيعة الحال مستبد. هاشتاج بديهيات. الانجليز بالمعنى الحرفي وبالتطبيق الفعلي هم اللي كانوا ماشيين البلد وقتها، ممشيين الملك والوزير والشعب على كيف ابوه. ولو اي ملك حب يعارض اللي هم بيقولوه كانوا بيشيلوه فورا. زي مين اشهر واحد من الملوك اللي حكموا مصر في اسرة محمد علي؟ الخديوي اسماعيل، صح؟ الانجليز شايلينه. وعلشان ايه؟ عشان قرر يكون وزارة وطنية تكون خاضعة لمجلس النواب، بمعنى تاني وزارة تنفذ مصالح الشعب. ما عجبش الانجليز وشالوه وجابوا ابنه توفيق مكانه. اي حد كان عنده رأي، كان عنده فكر، كان بيتنفي. ووقتها كان دي حاجة في مصلحة الانجليز. ليه؟ اي حد عنده رأي واي حد عنده فكر مشيه، يلا يطلع بره البلد يريحنا يفكنا من صداعنا. اطلع يا عم صيف براحتك وسيب الدنيا غرقانة، احنا ماشيينها. طيب ما سألتش نفسك سؤال، اشمعنى كل الدول اللي حوالينا اتأثرت بالاستعمار؟ يعني مثلا الدول اللي حوالينا من ناحية الغرب متأثرين بالاستعمار، ومعظمهم لحد دلوقتي بيتكلموا لغة المستعمر. المغاربة اللهم صل على النبي، انت لو سمعت حد مغربي بيتكلم مش هتفهم بيقول لك ايه، لان هو خالط كذا لغة مع بعضها بسبب المستعمر. الاجابة على السؤال ده، المستعمر ما اثرش علينا ليه؟ لان ببساطة المستعمر الانجليزي ما كانش جاي عشان يأثر عليك، هو مش عايز يعلمك، مش عايزك تكون تابع ليه. هو عارف انه مستحيل يكمل في مصر. لو انت ما طردتوش قوة تانية اقوى منه هتطرده، لان العالم كله له مصالح في مصر. هو ببساطة كان جاي بيتعامل مع مصر على اساس ان هي بقرة انا جاي احلبها. كل المصريين فلاحين وهيزرعوا في الارض، ويا دوب هيلاقوا اللي ياكلوه، لان اللي هم هيزرعوه انا هاخده منهم غصب واقتدار. ارجع لحادثة دنشواي لو عايز تشوف وعايز تعرف. انا دلوقتي بقول لك القشرة بس. احنا وقتها معظم الشعب كان فلاحين يا دوب بيلاقوا اللي ياكلوه. احنا دلوقتي احسن من اجدادنا اللي كانوا زينا بمراحل. احنا دلوقتي عايشين حياة احسن من الملك فاروق نفسه، اللهم الا ان احنا سناجل وبأسين. طب واحد دلوقتي محنك من الناس، انت فاهم، اللي بياخدوا التاريخ من شواشيه ومن الصور اللي هو بيشوفها، يقول لك لا انت ما شفتش القاهره، ده انت ما شفتش الحلاق اللي مش عارف ايه والبدنجان اللي جاي منين. باشا حبيبي، دي واجهة لمصر كانت معمولة لناس معينة هم اللي بيعيشوا فيها. ما هو الانجليز لا مؤاخذة مش هيعيشوا عيشة البهايم اللي احنا كنا عايشينها وقتها. لازم يكون لهم اماكن معينة وناس معينين يخدموهم. بالعكس، وجود الحلاق الايطالي والسفراج اليوناني ده معناه وبيدل ان كل الشعب وقتها كانوا شغالين في الزراعة. مفيش اي فرصة لاي حد ان هو يتعلم اي حاجة تانية غير الزراعة. هو كان جاي يحلبك، بمعنى ان ساعتها ولا كان في عز ولا كان في نيلة، واللي عنده جده كبير او سته كبيرة يقدر بكل بساطة ان هو يسألها وهيعرف منها ازاي الدنيا كانت ماشية وقتها. وزي ما انت شفت الصور بتاعة القاهرة وبتاعة النظافة وبتاعة الرقي اللي كان معمول لطبقة معينة اللي هم الانجليز واعوانهم اللي موجودين في مصر، تقدر تشوف الصور اللي انا هعرضها لك دي. بكل بساطة بدل ما تتكلم عن الأيام الملكية وتقول الدنيا كانت عز ومش عارف ايه، ارجع يا بيه اقرا كلمتين عن أيام الملكية. يعني بكل بساطة اللي احنا بنشوفه دلوقتي من الصور اللي منشورة على النت هي ديت الحاجات اللي كانت متوفرة للإنجليز والأعوانهم بس، مش للمصريين. احنا عايشين أحسن منهم بكتير. وده مش معناه ان احنا دلوقتي اللهم صل على النبي سبقنا الامم، لا، احنا اوحش من ناس كتير جدا جدا جدا، بس احنا احسن بكتير من جدودنا اللي كانوا عايشين زمان.